انا الماتش بالنسبه لي مش ان الاهلي كسب الاسماعيلي 4 خالص، ده المتوقع اصلا. انا جاي اتكلم عن اتنين لعيبه، محمد عبد الله واحمد رضا. محمد عبد الله صاحب الاسيست بتاع الجول بتاع احمد رضا اللي هو كان الجول الرابع. اتنين لعيبه اتمنى ياخدوا الفرصه كامله في الدوري، يعني يكملوا لحد الدوري ما يخلص بيلعبوا اساسي. لعيبه عاليه 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 وعندها كتير قوي، لسه ما قدموش حاجه بالمنظر اللي هم عملوه النهارده ده. وانا في رايي لسه عندهم كتير قوي. احمد رضا ده لعيب نص ملعب، يعني 8 زي ما الكتاب ما قال. تحركات 10 على 10، التحامات 10 على 10، دقة تمرير 100%، كسب التحامات هوائية وأرضية بنسبة 100% برضه. بيطلب الكرة كتير، وخد بالك أنا بقولك بيطلب الكرة كتير، بيبقى مفتاح لعب والهجمة بتطلع في لعيبة بتستخبى ورا المهاجمين بتوع او لعيبه الخصم في نص الملعب، ما بيبقاش باين. فاحمد رضا خامه 10 على 10. كذلك الامر برضو محمد عبد الله، وينج مهاري وسريع وبيتحرك كويس وبيعدي واحد على واحد، يعني عالي العال. والراجل كانه بيلعب بقاله 3 4 سنين دوري ممتاز عادي جدا. بيعمل اسيست لجراديشار، وبيعمل اسيست لامام عاشور، وبيعمل اسيست لاحمد رضا. فلعيب زي ما بيقولوا كده، يعني يعني لسه بيستوي وهو بيعمل الكلام ده كله كده. برضو الاهلي اول، في انتظار برضو نتيجة بيراميدز في الماتش الجاي.